وسهلا بيكم. نورتوا القناة لو كنتوا أول مرة تزوروني أو متابعين. فرحتوني وأسعدتوني وشكرا لدعاكم وكلامكم الجميل ليا. بفضلكم ابتديت في فترة قليلة أعمل مفارش كتير، وأحس إن أنا بعمل حاجة مهمة. فألف ألف شكر لتشجيعكم. مش هطول عليه. تعليمي شامل للاسيه. يعني ايه تعليمي شامل؟ هنبدأ بكل حاجة. يعني انتي لو اول مرة حابة تتعلمي وما عندكيش فكرة خالص وشفتي الفيديو، هتتعلمي ان شاء الله. منكم طلبين. اول حاجة ان انتي تعملي اي حاجة سخنة تشربيها، علشان الفيديو بتاعنا مطول كده يجي ساعة. فيا رب اكون خفيفة عليكم واعرف اوصل لكم المعلومات. تاني حاجة، لو انتوا يعني طبعا يعني تفضلا منكم وليس امر، لو هتقدروا ان انتوا تشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد يبقى كتر الف خيركم. ويعني وحابة ان انتوا لو تقدروا تدعموني باللايك او الديسلايك، حتى لو في حاجة مش عاجباكم او حاجة، يعني يا ريت نتواصل. انا متقبلة كل شيء، سواء بالحاجة الحلوة والحاجة الوحشة. كلنا هدفنا ان احنا نتعلم ونبقى للاحسن. المفرش اللي انتوا شايفينه هو لسه مخلصش. انت تقدري تعملي زيه احسن من حاجة. هنبدأ ايه هي الادوات اللازمة علشان نقدر نستخدم او نعمل مفرش لاسيه. طبعا محتاجين خيط اللاسيه اللي انتوا شايفينه. طبعا ده في منه كل الالوان او معظم الالوان، وفي منه الجنجاء يعني لونين في بعض. محتاجين الرسمة، والرسمة ديت في منها اشكال. وطبعا نعمل من المفرش 4 مفارش صغيرين بخيط ببكرة واحدة. محتاجين مشمع او جورنال او اي قطعة ورقة، بحيث ان احنا هنحطها واقول لكم هنعمل ايه. والمشمع علشان نقدر نحافظ على الرسمة ونستغلها بعد كده مرات تانية. محتاجين خيط الكنفة، وطبعا محتاجين إبرة الخياطة العادية. دي يعتبر الحاجات الأساسية في شغل اللاسيه. طيب، حابة تحترفي وحابة تعملي شغل جديد وتطوري، زي ما انتوا شايفين هنا انا مستخدمة الخرز، مستخدمة غرز لاسيه روماني، مستخدمة الخيط ده اسمه خيط صياد او خيط حرير 9 فتلة. وده شكل البكرة اللي انا شغله بيها الشغل ده مثلا المفرش في مفرش تاني اللي هو ده. انا مش عارفه الكاميرا جايبه الاضاءه كلها ولا لا. هتلاقوا فيه خيط اصفر. طبعا الخيط الاصفر ده بيدي جمال للمفرش، بس هو شغله بيبقى الى حد ما عايز حد يبقى متمكن شويه. وده شكل الخيط واسمه خيط سيرما، وهو رفيع، فاحنا لما بنيجي نشتغل بيه بنعمل الدبل بتاعه. طيب، ده نوع مثلا مفرش. في مفرش تاني زي ما انتوا شايفين انا مدخله فيه الوان كتيره. هنا انا مستخدمه خيط السيرما اللي هو الخيط مستخدمه خيط الكنفة اللي هو مستخدماه هنا. مستخدمه خيط المنجد اللي هو ده. خيط المنجد فيه منه الوان، بس هو بيبقى يعني هتلاقيها بسهوله في العتبه، اللي هو بيبقى الشكل بتاعه بيبقى بكره كده ملفوفه وانتي بتلفيها. دي بالنسبه للخيوط. وفي خيط تاني بس ده تخين شويه اللي هو خيط القطن، وبرده هوريكم انا عامله بيه عينه اللي هو بيبقى الشكل ده. وده جنجا. انتي بقى ليكي حريه الابتكار وان انتي تفنني في شغلك. ده برضو انا عاملاه بخيط المنجد. دي قطعه عاملاها بخيط المنجد. يا رب تكون الادوات بسيطه وعرفت اوصل لكم ايه الخامات المطلوبه. يبقى احنا الاساسي رسمه خيط لاسيه، وانتي بتتحكمي او بتختاري الخيط اللي انتي عايزاه او اللي هتشتغلي بيه. هنشتغل ازاي؟ حاجه احنا خلاص هنبدا. يا رب ما كنتش طولت عليكم. هنبدا. اول حاجه بنجيب الرسمه ونحط تحتيها قطعه الورقه او الجورنال زي ما بتحبي. طبعا لو انا عندي هنا المشمع زي ما انتوا شايفين تخين سميك قوي، فانا عشان كده حاطه ورقه واحده. لكن لو عندك مشمع رفيع حاولي تحطي كذا طبقه من الورق. بعمل ايه؟ ادي على حسب. انا هقص الزياده هنا
وهبتدي اخيط خياطة عادية جدا الجزء ده. كده احنا خلصنا المرحلة الاولى. ايه هي المرحلة التانية؟ بنلاقي في اي رسمة في حرف الاي وفي حرف البي. الاي هنا بدايتنا مع الرسمة، والبي يعني النهاية مع الرسمة. وطبعا في رسومات فيها كذا بداية ونهاية، يعني بتبقى متقسمة 2 زي عندنا الرسمة دي. برضو احنا لو مشينا من الايه هنمشي وهنوصل نهايتها هنا، فالوردة دي بتتعمل لوحدها. بنعرف هنستخدم خيط قد ايه، بيكتب لنا هنا 3.5، يعني 3.5 متر. ده بالنسبة ل يعني طول الخيط اللي احنا هنستخدمه. هنجيب خيط القطان في الخطوة التانية ونستخدم القطان. قطان اللاسيه بنفكه بالطريقة دي. بداية الخيط اهي، بنلاقي بداية الخيط عندنا فيها زي الشراشيب كده اهو، فاحنا لازم نسويها عشان التقفيل بتاعنا يبقى نظيف. بنقص بس اول الجزء ده، وبنحاول بالولاعة ان احنا يعني ما نتكش قوي بالولاعة كده علشان ما تشيطش معانا الخيط، ان احنا بنقفل. بعد كده بنقفلها بخيط سيرما يعني، بس انا مبدئيا يعني هوريكم الخطوات واحدة واحدة. بنعمل ايه؟ بنيجي كده من ناحية هنا حرف الاي زي ما انتوا شايفين، هنبدأ هنا هنمشي كده بالرسمة مع الخيط. موضوع بسيط جدا، شغل اللاسيه سهل جدا، بس هو بياخد مننا وقت ومجهود مننا، لكن هو مش صعب خالص. بالقطان على الرسمة، وما نحاولش نوسع يعني ما بين المسافة هنا ولا لا، علشان التثبيت يبقى مظبوط. فما نيجي نشتغل غرز العمود او غرزة او الغرز عموما، يبقى شغلنا فيها مشدود وكويس.
بعد ما بنخلص الرسمة بلاقي فيه فراغات زي كده، وهتلاقي هو نفسه عامل لك في الرسمة زي اكنه يعني موضح لك ان ده مادام تقاطعوا مع بعض يبقى احنا هنشبكهم. يعني ايه نشبكهم؟ زي ما عندنا المفرش ده كده، المفروض احنا بنشبك الجزء ده كده، ده الظهر بتاعه، ده الظهر، بنشبك الجزء ده زي ما انتوا شايفين. اي حاجة متفككة كده بنعملها ازاي؟ انا بقفل بخيط سيرما، وما باجي اقفل بعمل الدبل، يعني ما بشتغلش بفردة واحدة، لا بالفردتين، ان خيط السيرما شوية ضعيف، وعشان الحاجة تشتغل معانا. حابة تشتغلي بخيط يكون خيط مقارب وخيط الخياطة العادية، ده يرجع لك. بنعمل ايه؟ بندخل الابرة في القيطان، بنمررها شوية، يعني مش هنا مش على الطرف، لا بنمررها شوية، وبنعمل كده بنثبت بقى، بنشبك او بنثبت ما بين القيطان والتاني. ده احنا ثبتناها، بنبتدي بقى نشبك كمان كمان. زي ما انتوا شايفين التقفيل عامل ازاي. جمال خيط السيرما ان هو ينفع لكل الالوان، يعني اللون الذهبي ينفع لكل الالوان واحنا بنقفل الشغل فيه، وبيدينا فينش رائع اكنه شغل مكن. فيعني انا انصحكم بيه، لكن لو ما عندكيش اتصرفي، مفيش مشكله خالص. هحاول اقرب لكم تاني. شايفين الشغل نضيف ازاي اهو؟ طبعا كل اللي انتوا شايفينه ده الظهر مش الوش. دي الخطوة التانية وبنعملها في كل المفرش. يعني زي ما انتوا شايفين في اول غرزة معانا، وهي غرزة العمود، والشكل بتاعها نظام الشرط اللي بنلاقيها في المفارش، ودي بتبقى في كل مفارش اللثة. بنبدأ ان احنا بندخل الابرة في القيطان بالشكل ده، وبنبتدي نثبت اول غرزة، بحيث اما نيجي نشد تبقى متينة معانا وما تفلتش. لو حسيناها مرخية ممكن نديها فستونة او عقدة تاني. هنعمل ايه؟ الخيط المقابل ليه او الموازي ليه هندخل الابرة فيه الطريقة دي، وهنرجع تاني للبداية. هنروح راجعين تاني في الصف التاني، وتقدري تعملي لفتين بس لو الخيط بتاعك تخين. لو انت حابه العمود بتاعك سميك زي ده، تخين شويه، فبتخليها 3. هنبتدي نمسك بايدينا الشمال الخيط، وبايدينا اليمين الابره، وبندخل من الابره كده من تحت ونطلع. اهم حاجه الخيط يبقى ورا الابره مش قدام الابره، وراها، وبنطلع بيها بالطريقه دي. اهم حاجه نثبت ايه على شغلنا، يعني نشدها كده نتاكد ان هي مش مرخيه. هنعمل نفس الحكايه، وهنكرر العمليه لنهايه الصف. كده احنا خلصنا غرزه العمود زي ما انتم شايفينها بالطريقه دي. بنروح بقى بندخل في اللي بعديها، ان احنا بندخل
ونعمل الصف اللي بعديه، ودي اسمها غرزة العمود. هناخد تاني غرزة هنتعلمها هي غرزة الشبكة، والشكل بيبقى زي ما انتوا شايفينه، الباترون بتاعها بيبقى الشكل ده. ودي من اسهل الغرز اللي المبتدئات تتعلمها بمنتهى السهولة. بندخل برضو الابرة في القطان بالشكل ده. كل مرة دخلنا بداية جديدة لازم نعقد عقدة او فستونة بالخيط، بنثبت يعني الخيط بتاعنا. خلاص، ونشد برضو، لا حسيناها مرخية نديها واحدة تاني كده يعني. بس هقص دي عشان ما تضايقنيش في الشغل. هنوصل بقى نظام نفس الشكل اللي مدينا في الباترون كده. احنا وصلنا، بس هنروح من الناحية التانية خطوط طول وخطوط عرض كده. موضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين. احنا عملنا بس خطوط بالعرض، هنعمل خطوط بالطول. هنعملها ازاي؟ تحت فوق، تحت، ادي مثلا نزلت الابره تحت فوق تحت فوق، وهنوصلها باللي تحت بالظبط يعني كده. هنوصلها في الناحيه التانية اهي. نروح ماشيين شويه بالخيط، شويه صغيرين كده، ومكررين نفس العمليه بس بالعكس. يعني خلينا الابره من تحت مره، نخليها ايه من فوق مره. هنمشي برضو شويه صغيرين وهنكرر نفس العمليه. خلاص، احنا كده عملنا الشبكة بتاعتنا، ادت لنا الشكل ده زي ما انتوا شايفين اهي، عبارة عن شبكة. بنثبت بقى الخيط بتاعنا في القطان، بنمرره شوية بالطريقة دي. وده الشكل التاني بتاعنا، شكل بسيط جدا. نيجي برضو ناخد غرزة بسيطة جدا وسهلة، بس اللي هي غرزة رجل الغراب. هنا رجل الغراب مع النسيج، يعني دي بتبقى شكل النسيج ورجل الغراب، بس انا هبدأ لكم بدي كلها رجل الغراب عشان تقدري تتعلميها. انا ببدأ بايدي اليمين، ونفس الحكاية بنعملها في كل مرة. بثبت الخيط طبعا. احنا ثبتنا الخيط بتاعنا، بنمسك الخيط بايدينا الشمال، الابره بايدينا اليمين، بندخل كده اهو في المقاربه ليها، بس بنوازيها سنه، يعني ما تبقاش هنا على طول، بنطلع سنه بسيطه خالص، وبنطلع الابره طبعا زي ما اتعلمنا الخيط ورا الابره، وبنطلع بيها. موضوع بسيط جدا. فبتدينا زي حرف الفي كده، يعني اللي هي الاكايه. نمسك بايدينا الشمال
الخيط وبايدينا اليمين الابرة اهي، اهم حاجة الخيط ورا الابرة، وبنطلع بيها. ونكرر طبعا العملية دي للنهاية. هناخد غرزة كمان وهي غرزة النسيج، وانا عن نفسي بحبها جدا، ان هي بتدي شكل جميل جدا في الغرزة. برضو هنبدأ ان احنا ندخل الابرة في القطان ونثبت طبعا اول حاجة. هنيجي في المقابلة ليها بالطريقة دي، بس احنا هنا بنضيق الغرز علشان تدينا شكل النسيج. هنثبت برضو الناحية التانية عشان الغرزة تبقى مشدودة. موضوع بسيط زي ما انتم شايفين، احنا عملنا مجرد ان احنا وصلنا. هنعمل ايه؟ بايدينا الشمال ماسكة الخيط، بايدينا اليمين ماسكة الابرة، وهننزل بالطريقة دي كده، نيجي ورا الخيط ورا الخيط كده، ونطلع ونشد. هنكرر نفس العملية، هنكرر نفس الحكاية لحد ما نوصل لنهاية الصف. بعد كده بنطلع للصف اللي بعديه بالطريقة دي، ونكرر نفس الحكاية. يعني نيجي للموازي ليها ونثبت الخيط بتاعنا، ونبتدي ناخد الصف اللي من تحت ناخده من الصف اللي من فوق كده. ونفس شغلنا هو ايدينا الشمال ماسكة الخيط وايدينا اليمين ماسكة الابرة، وبنطلع بيه.
زي ما انتوا شايفين هنا الغرزة خلاص بانت قصادنا عبارة عن شكل النسيج. طيب امتى ندخل الغرزتين مع بعض؟ يعني امتى او ازاي نعمل اللي هو شكل الباترون اللي انتوا شايفينه، اللي هو الاتنين اللي هي رجل الغراب دي مع النسيج ديت. بنطلع شوية كده على قد زي الرسمة ما موضح لنا. هنا يعتبر الفاصل دوت هو رجل الغراب مع النسيج. معلش هو الخيط تخين شوية اللي بشتغل بيه عشان الغرز تبقى واضحة، فبيبقى بيعكسني شوية في الشغل يعني. خلاص احنا كده طلعنا، هنسيب الفراغ ده كله، هندخل في الجزء المقابل ليه بالطريقة دي. نروح راجعين مرة تاني ونثبت الخيط بتاعنا. زي اكننا بنعمل كوبري علشان نعمل الصف اللي فوقيه. بنطلع بقى بالصف اللي فوقيه كده، وبنعمل في المقابلة ليها بالطريقة دي، وبنعمل برضو الخيط في المقابلة ليها، وبنبتدي نعمل الفستونات بتاعتنا اللي احنا اتعلمناها. يعني ايدينا ماسكة، ايدينا الشمال ماسكة الخيط، ايدينا اليمين ماسكة الابرة، ونكرر نفس العملية مرة تاني بالطريقة دي. يلا يا احنا كده عملنا النسيج قطعة من تحت وقطعة من فوق. هنعمل ايه عشان نملى الفراغ دوت برجل الغراب؟ يا اما بنقطع الخيط وبنبتدي بداية جديدة بالخيط وبنثبته، يا اما بنزل بيه، وده اللي انا بفضله، بنزل بيه بالطريقة دي كده اهو. وبعمل غرزة رجل الغراب. بعملها ازاي؟ بمسك الخيط بايدي الشمال، ابرة بايدي اليمين، وطبعا دي اكتر من دي، فبسيب مثلا فستان، بسيب مثلا غرزتين، بسيب غرزتين وبطلع بالفراغ اللي هنا كده وبطلع. بس اهم حاجة اما اجي اطلع الخيط ما يبقاش قدام الابرة، يبقى ورا الابرة بالطريقة دي. نفس الحكاية هكررها في الجزء اللي من فوق. آه بعمل الجزء اللي من فوق برضو نفس الحكاية، بدخل الابرة في الجزء اللي من فوق. اهم حاجة برضو الخيط يبقى من تحت كده. وبطلع باخر حاجة برضو بثبتها او بدخل جوه الاطار.
الشكل دوت كمان. وهي غرزة بسيطة جدا وجميلة، اي واحدة مبتدئة تقدر تعملها بسهولة. برضو هنبتدي وهي شبيهة بغرزة النسيج. خطوة احنا عملناها ان احنا ثبتنا الخيط كويس جدا. بس بتختلف البريدة عن النسيج، ان النسيج غرزها ضيقة علشان يدينا شكل نسيج القماش، لكن البريدة هي واسعة فاحنا بنوسع فيها. وبرضو نفس الحكاية بنثبت المقابلة ليها، نفس الخطوة الاولانية بتاعة النسيج. هنا كنا بناخد الغرز ضيقة، هنعمل ايه بعد كده؟ هنبتدي نفس الخطوة اللي احنا عملناها في النسيج هنعملها، مع فرق ان دوت ضيقة ده واسعة، وبنعمل لها فستونة. يعني ايه؟ بدخل بايدي اليمين الابرة وبايدي الشمال الخيط، وبدخل كده نفس الخطوة. بس شايفين الفرق انا موسعة قد ايه؟ شايفين هنا انا موسعة قد ايه؟ هنا ما كنتش سايبة تقريبا فراغات. وببتدي بعد ما بيطلع العمود ده بعمل له فستونة، يعني عقدة. الغرزة كمان كده احنا عملنا عمودين، وهنطلع برضو الصف اللي فوقيه ونكرر نفس اللي احنا عملناه.